ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ازيك يا مدام لمياء؟ الحمد لله بخير، اهلا بيكي. الحمد لله، مش مصدقه ان انا بكلمك والله. حبيبتي نورتينا. انا لما بشوفك بحس ان قلبي بيعيط من جوه من الفرحه. لا انا مش عايزاكي تعيطي. والله والله من الفرحه كل ربنا يوم. يخليكي يا حبيبتي. يعني مش عارفه اوصف لك. ربنا يخليكي يا رب، والشيخ نورتينا. عويضه وكل المشايخ اللي انت بتجيبهم، ربنا يبارك لكم يا رب ودايما في زياده. ربنا يخليكي يا اللهم حبيبتي. امين. امين يا رب، اتفضلي. انا عايزه بس اسال الشيخ على سؤال. اتفضلي. شيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بيك. ربنا يبارك فيك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك. آمين يا رب. احنا 8 بنات. آه، والدتي، والدي ميت من 2000، من سنة 2000. الله يرحمه. جوز منهم 2 بنتين وربنا افتكره ومات. والدتي جوزتنا من لا شيء. كانت بتربي الأغنام وتجيب لهم الحشائش وربتنا إن إحنا 8 رجالة مش 8 بنات. الله. ربنا يبارك والله لها يا رب. والله والله يا شيخ، يعني مش عارفة جزاها ازاي. انا بعمل اللي انا اقدر عليه، بس بحس ان انا مقصرة معاها. يعني كلهم في البلد بيقولوا ان هي عندها 8 رجالة مش 8 بنات. ما شاء الله. جوزت من احسن جوازات، متعلمين تعليم يعني دبلومات الحمد لله. بس يا شيخ علمتنا الرجولة، علمتنا الأمانة. كان ليا أخ واحد بهدلها جدا لأن كان تعبان نفسيا وبياخد علاج. اتبهدلت يا شيخ، مش قادرة أقول لك. هي يعني أنا بحس إن هي ملاك ماشية على الأرض، مش بشر بجد. يعني مش قادرة أقول لك على اللي هي عملته معانا ومع أحفادنا. ربنا يبارك لها ويجعله في ميزان حسناتها يا رب. وصمدة يا شيخ والحمد لله. بيتنا كان بينقع علينا، كانت تقف طول الليل. بيتنا كان مظبوط، كانت تقف طول الليل علينا، تغطينا بالمشمعات. يا حبيبتي. وخدت ورثها يا حبيبة قلبي، ما فرحتش فيه. جوزتنا وصبت البيت، وكانت تقول أمنية إن أنا أجوز ما هي ابني. دي فرحتها. بجد يعني ربنا يكرمها زي ما هي أكرمتنا. امين يا رب، امين. ما كانش يا شيخ، كان لما يجي لنا عريس كانت تشحت الأقارب يوقفوا معانا، وكانت تقف بدماغها، وما تحسسش واحدة فينا إن إحنا يتامى. يعني أنا مش قادرة أوصف لك هي عملت معانا إيه بجد. لو قعدت العمر كله إن أنا أشرح لك هي عملت إيه، أنا مش هقدر أوصف لك اللي هي عملته. جوزت أخويا الحمد لله. ادعي له يا شيخ إن هو ربنا يرزقه بالذرية الصالحة يا رب. امين يا رب. ادعي له إن ربنا يشفيه. آمين يا رب. ادعي لها إن هي عندها الغضروف، إن هي ربنا يشفيها منه. آمين. امين يا رب. أمنية حياتها هي عملت عمرة الحمد لله مرة، وبتقول نفسي إن أنا أعمل عمرة تانية وأموت، مش محتاجة حاجة من الدنيا. يا شيخ أنا لما بروح هناك، أنا لما بتخيل إن أمي هيجي لها يوم هتموت، أنا شعر بيقف. مش قادرة أستوعب اليوم ده. ربنا يخليها لك يا رب ويديها الصحة. أنا الصغيرة بتاعتها، بس أنا أكتر واحدة متعلقة بيها. تقعد تقول لإخواتي، بتضحك معاهم تقول لهم أنتوا في كفة وهي في كفة تانية، بس سامحوني. بس أنا يعني حبي ليها مش قادرة أوصفه. ربنا إزاي؟ يخليها لك يا رب. يا رب. ادعي لها يا شيخ، ادعي لها إن ربنا يكتب لها العمرة اللي هي بتتمناها. ان شاء الله ربنا يكتبها لها يا رب. وادعي لأولاد إخواتي إن ربنا يهديهم. أنا معايا بنت وولد، وكنت حملت في ولد. ومعلش انا بطول عليكم، معلش. اتفضلي. وابني انا فضل ميت في بطني 3 ايام. وربنا نجاني والحمد لله. الحمد لله. وربنا رضاني بعده واداني ولد. قول لي هو هيشفع لي يوم القيامه انا وابوه. حاضر. ادعي لزوجي يا شيخ، زوجي طيب جدا جدا وربنا يبارك له.
بيشتغل ويجي يديني الفلوس، بس بامانه وحق ربنا انا كل قرش بعرف انا موديه فين، ما بقدرش اي فلوسه، بالعكس بلمه واقول والله اجي اقول له انا عملت كذا يقول لي ما تقوليليش. ربنا يبارك لك يا رب ويبارك له. امين يا رب العالمين. طيب تابعينا يا مدام لميا. يا استاذه لمياء، ربنا يا رب يكرمك. ويعني اقول لك يعني بوسلنا دماغها وخليها تدعي لنا. تدعي لنا. صحيح يعني، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن هذا الوصف الطيب. دي من اللي هتزاحم الرسول عليه افضل الصلاه شوف بقى والسلام في دخول الجواب الجنه ان شاء الله. الفضل الكبير اللي هتشوفه في الاخره. يعني ربت بنات بهذه الطريقه وشالت همهم وهي امراه. ولكن دايما نقول اللي ماشي مع ربنا صح ربنا بيعينه طبعا، عمره ما بيقع وربنا أبداً. بيوفقه. والله احنا اللي بنتعب نفسنا لما بنحاول نبقى ماشيين في طريق عوج مع الله سبحانه وتعالى. اما لو ماشيين مع الله صح ربنا هيسر لنا كل الامور. صحيح. فربنا يبارك لها في صحتها ويشفيها ويعافيها ويطول في عمرها وتعزوها، وكفايه الثواب اللي هتلاقيه في الاخره ان شاء الله عند الله. وربنا يبارك لك في زوجك ويرزقك بالذريه الصالحه ويكرمكم كرم كبير قوي، وتكرموا والدتكم ان شاء الله. طيب وهي سألت على البيبي اللي توفى في بطنها، بتقول هيشفى عليها نعم. وزوجها السقط يأخذ، وفي ضبط السقط يأخذ بيد أبيه وأمه يوم القيامة. ما يرفض أن يدخل الجنة إلا ومعه أبوه وأمه، حتى لو كان يوم، حتى لو مات في بطنها. فإن شاء الله أبشري بالفضل الكبير، ومن رضي أعطاه الله سبحانه وتعالى ما يتمنى وفوق ما يتمنى. آمين يا رب.